يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ودي حسن. هذا هو الملك اللي غادي يحكم المغرب. دابا غير سؤال هذا بالنسبة لينا. ها هو قال لك ولي العهد في المسبح، ها هو شتيه، هذا ما حاضي حتى راسو، هذا راسو ما حاضيش أخي الكريم، راسو عنده معاه مشكل. هو بالمناسبة قدر يضر نفسه، قال لك بغى يحكم مغرب، شعب مغربي 40 مليون بغى يحكمها، يعني خطير جدًا. هذه يعني هذا غير البدايات، حنا دابا تنطلقوا في البدايات من مسألة ديال أنه يتم إعداده لحكم المغرب والإمبراطورية الشريفة وقيادة إفريقيا، ولكن ينتهي به هذا الأمر بهذا الشكل. ما فهمناش، ولد سلمان أنت مالك على سبيل المثال، مالك؟ ثم واش تتعاطى المخدرات بالمناسبة باش أنه يوقع لك هذه الحالة هذه؟ نعاودوا نشوفوا الإخوة والأخوات. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ودي حسن. يعني هذا قال لك بغى يواجه الجزائر، وواجه الصحراويين، وواجه كذلك الموريتانيين، وواجه كذلك يعني إسبانيا سبتهم من اليوم، ويفضل كذلك باش يحيد داك العقدة ديال المغاربة مع داك الحبل الأزرق، ويسترجع جزر الكناري، ويدخل عودةً كذلك الطموح المغربي في الأندلس، وأكبر جيش أو قوة عسكرية في المنطقة. هذا البرغوث هذا ما عارف حتى فين حط رجليه برغوث، هذا غادي يحكم المغرب على سبيل المثال بهذا الشكل هذا. أنا تنتسائل، هذا سؤال. اعتق 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 يا حسن. اعتق يا حسن. عمومًا يعني من الطرائف حقيقةً اللي غادي تبقى في التاريخ ديال المغرب، بأن هذا يتم إعداده في نفس الوقت، يعني تيوقع ليه هاد الحادث. وحنايا بالمناسبة نرفعوا كذلك يعني الدعاء، هو راه أمير المؤمنين، كذلك سوف يتم إعلانه أمير المؤمنين، مطلوب من الشعب المغربي مرةً أخرى من بعد، كذلك مع الملك محمد السادس، الله يشافيه لينا والله يخليه لينا والله يطول لنا في عمره، كذلك يتم كذلك يعني يحيد من الأعمار ديالنا ويعطي الأعمار ديالو داك الدعاء ديال العبيد. تنتمنوا بأنكم تمتعوا كذلك مع هذا البرهوش ولد سلمى في هذا الحديث الغريب والأول بالمناسبة. فتمامًا هذا سؤال جيد، سؤال جيد، هذا سؤال هذا سؤال جيد الإخوة والأخوات، لكن المشكل كيف سُرِّب الفيديو؟ هذا سؤال جيد. من يريد إهانة هذا البرهوش؟ هذا من الأسئلة اللي هي يعني مهمة جدًا. كذلك شكرًا جزيلًا الأخ مالك. هذه من الأسئلة اللي هي حقيقةً يعني ال ف في يعني تعتبر بأنها المركزية. من قام بتسريب هذا الفيديو أو التقاط هذا الفيديو لهذا البرغوث، ثم بثه داخل مواقع التواصل الاجتماعي؟ وشنو هي الرسالة؟ الرسالة واضحة بأن الأمر سيستمر في مراقبة السلوك الشخصي لولد سلمى خلال هذه الفترة ديالو بطبيعة الحال، ديال هذا التبريج ديالو بطبيعة الحال، وسينتهي الأمر بفضائح وفضائح وفضائح. وكونوا على يقين بأن هذا البرهوش غتخرج ليه فضائح جنسية هكا موثقة، أو في جلسات خاصة، لأن هناك أطراف اللي هما أخرى لا تريد بأي شكل من الأشكال أن يستمر هذا البرهوش، وترفض أن برهوش أو ولد سلمى بأن يحكم. وهذا بطبيعة الحال ينتمي إلى الخلاف المركزي الذي انطلق سنة 2018، عندما كانت هناك مواجهات باستعمال السلاح الناري ما بين كل من الأم وكذلك أحد العمات ديالو. يعني غادي تستمر الفضائح بالمناسبة فيما يتعلق يعني كذلك يعني بهذا البرهوش، وكذلك يعني بالحياة ديال هذا البرهوش غادي تكون فضيحة بكل المقاييس. حنا خرجوا لنا بعدا إلى بيسين، غدا نشوفوا العجب، غادي نشوفوا
حوايج أخرى بالمناسبة، ما دام أنه انتهى به الأمر، وكذلك يعني هذا أول يعني الحياة ديالو العادية، هذه الحياة ديالو العادية ديما طايح على راسو بالمناسبة، والحياة ديالو العادية لأول مرة تنشوفوها ديما طايح على راسو، ما كاين حتى شي إشكال. واخا الإخوة والأخوات، غادي ننطلقوا وغادي نتحدثوا على الجزء المرتبط بكرة القدم. جماهير نيجيريا ترفض رفضًا باتا أن يتم دعمها في مواجهة الجزائر. Les supporters marocains ont encouragé le Burkina Faso contre l'Algérie. Le Burkina Faso perdu. Les mêmes ont encouragé le Congo contre l'Algérie. Le Congo a perdu. S'il vous plaît, ne nous encouragez pas. Restez chez vous. غاستي شوفوا ضد الأفارقة هذا غاستي شوفوا ما تدعمش أخي الكريم النيجيري، المستقبل ديالو على المحك بالمناسبة، وأنتم يعني كذلك يعني فال سيء على أي كذلك منتخب فيما يتعلق كذلك بمواجهة الجزائر. غاستي شيفو وأنت في البلد ديالهم بالمناسبة، هذه كذلك جزء من ماذا كذلك من ردة الفعل ديال الجماهير الإفريقية تقوم بالرد على الجماهير المغربية. غاستي شيفو ما تدعمنا ما ندعموك أخي الكريم، برك من هذا الضرر الذي حصل لكل هذه المنتخبات بسبب دعم الجماهير الكروية المغربية بطبيعة الحال بمستويات مختلفة في إطار كذلك كرة القدم. ولا زالت شنطة مستمرة بطبيعة الحال في تقديم خدمات للأفارقة أو لا، وكذلك للتعبير عن الهوية المغربية السلام عليكم. شنو هي هاد Non mais je veux pas. Je veux pas ماشي parler. مشكل ماشي مشكل. اش قلنا شفنا هذا المايو ديال المغرب كونغو، طيب. يعني كيفاش جاتك؟ ديما المغرب وديما كونغو. حيت صافي ديما المغرب كونغو سي مون باي كور. فوالا. شنو بالك شحال يسالي الماتش اليوم؟ كومون لو سكور؟ 1-0. ها هو بالمناسبة 1-0 غادي يمشي للكونغو. لا بالمناسبة لا زالت شنطة تتمدد داخل المغرب بالمناسبة دعمًا بطبيعة الحال لمغربية الصحراء وكذلك دعم القضية الوطنية. ولكن هذه الفضائح سبحان الله القبل ولات على الهواء الطلق، وأمام مغربية مع صحفي مغربي تأتي كونغولي عادي جدًا أخي الكريم أو إفريقي أو أي طرف آخر يستغلها جنسيًا أمام أنظار الجميع، وسبحان الله شنطة لا يتم الحديث عليها عبر الإعلام المغربي، ويتم الحديث على ماذا؟ على تصرفات اللاعبين الجزائريين وكذلك الجماهير الجزائرية، شنطة لم تعد اليوم موضوع داخل في هذه كأس إفريقيا بالنسبة للإعلام المغربي، على الرغم من كل هذا ماذا؟ كل كذلك هذه الإهانات اللي خديناها إلى حدود الآن داخل البلد. داخل البلد ديالنا يستعد المخزن فعليًا لإعلان دعمه لمنتخب نيجيريا، على الرغم من أن جماهير نيجيريا تقول وكذلك تتأكد بأنها ترفض رفضًا باتا هذا الدعم. ما فهمناش واش هذا المغربي هذا حنا بغينا نفهموا الإخوة والأخوات غير زعما هذا السلوك واش هو سليم؟ كل منتخب غادي تجيبوا ليه الراقصات وشنطة بطبيعة الحال حاضرة، وغادي يجيب له كذلك يعني هذا الحمير ديال الدقة المراكشية ولا أي طرف أو كذلك أي فرقة موسيقية، وغادي تمشيو تتبعوا أي منتخب من أجل الانتصار وكذلك إعلان الدعم ديالو وأتاي وغيرها، على الرغم من أن هذا عمومًا تعتقدوا بأنهم في الفندق
وبانهم في المنطقه الخاصه بالاستضافه. ما محتاجش بانك دير هذه الفضيحه، ما محتاج بانك تكون دليل. ها هو اليوم ياتي الدور على نيجيريا. نيجيريا، هذا المنتخب ديال نيجيريا قبل من الاستعداد ديالو لمواجهه الجزائر يتم إرسال الدقة المراكشية وشنطة وتقديم كل الخدمات من أجل إعداد نفسيًا المنتخب النيجيري للتأهل والمواجهة ماذا؟ الجزائر، على الرغم من أن الجميع يعلم بأن المنتخب نيجيريا كان وهناك تهديدات إلى حدود العام مستمرة، كان مستعد للانسحاب من كأس إفريقيا قبل من مواجهة الجزائر بسبب الإشكالات المرتبطة بمدى الإشكالات المالية. حنا يا خويا حنا شدانا لهذا، يدخل الفريق عندك أعطيه الاستضافة ديالو، يدخل كذلك الفندق، يكون كذلك يعني الأجواء عادية، ما محتاجينش بأن حنا نرسلوا كل إفريقي من الخوت ديالنا بالمناسبة دقة مراكشية شنطة يستغلها جنسيًا فقط من أجل الانتصار على المنتخب الجزائري. يعني كل هذه الإمكانيات وكل هذا الجهد من أجل فقط تحقيق انتصار على المنتخب الجزائري. حنا تنقول المنتخب الجزائري صراحة تُقال راكم فضحتونا، ونقولها بشكل صريح، المنتخب الجزائري راكم فضحتونا، بهدلتونا مباشرة، بهدلتونا حنايا. يعني خرجتي الوجه الحقيقي ديال المغرب فقط لاعبين ديال كرة القدم الجزائريين تكلفوا بهذه المهمة، تكلفوا بهذه المهمة وعطاو الصورة الحقيقية للمغرب وكيف يشتغل المغرب، وكذلك المنطق ديال العبودية وديال التملق، وكذلك إبراز العقدة ديال الجزائر. حنا زعما حنا محتاجين الإخوان ديالنا الجزائريين يتكلموا مع المنتخب، قول له غير ينسحب من كأس إفريقيا، وإلا غادي نشوفوا فيديوهات خطيرة. إلا وصل الجزائر للنهائي غادي يخرج لنا فيديوهات من النوع ديال حموشي الشو، يعني فيديوهات في عمومًا كل احترام. حنا ما بقيناش مازال قادين على الفضائح، الله يعطيكم الخير. حيت هذا ماشيش بقى، هذه ماشيش تنظيم كأس إفريقيا، هذا تبهديل، هذا إهانة مباشرة للمغاربة. المغربي عنده فكرة، هو أن الجزائر هي الطرف الوحيد بالنسبة ليه اللي خاص يتم ماذا الإطاحة بها، أو كذلك الطرف الوحيد اللي خاصو يتم ماذا إهانته. وهذه الإهانات كلها وما لاحظناه لا يتم الحديث عليه.